السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6 حاجات لو عملتهم الهم والحزن مش هيدخلوا على قلبك. تابع معانا وعارف بإذن الله طبعا. ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا اشتراك ولايك للفيديو. يلا بينا. يلا. اول حاجة الاكثار من الاستغفار، وذلك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. طول ما انتوا كده رايحين جايين استغفر الله استغفر الله استغفر الله دايما تبقى على لسانكم، مش هتلاقوا اصلا هم على قلبكم خالص. تاني حاجة هي دعوة سيدنا يونس عليه السلام وهو بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مفيش مسلم بإذن الله دعا الدعاء ده إلا لما ربنا استجاب ليه وفرج عنه همومه. تالت وتالت حاجة هي الدعاء، ومنهم برضو الأدعية للهم. تقولوا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي برضو أدعية كتيرة جدا هكتبها لكم تحت في وصف الفيديو، ابقوا شوفوها. رابع حاجة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك في صلاتي. فقال: ما شئت؟ قال: قلت الربع. فقال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. فقال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال: قلت الثلثين. فقال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال: قلت صلاتي كلها. فقال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفهم من كده ان الصلاة على النبي بتشيل الهموم وبتغفر الذنوب وبتقضي الحاجة بإذن الله. وخامس حاجة هي التوبة من الذنوب، لأن من أهم الأسباب اللي بيدخل الهم على قلبك والحزن وضيق الصدر هي الذنوب والمعاصي. فجدد توبتك كل شوية ومش هتلاقي أي هم داخل لقلبك. سادس حاجة وهي التوكل على الله. فمن توكل على الله فهو حسبه. أهم حاجة إنك تحسن الظن بالله وتسيب كل حاجة على ربنا وتاخد بالأسباب. وبس كده، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ربنا يزيح كل الهموم عن قلوبنا يا رب. وطالما عرفت 6 حاجات فمبروك، انت تستحق انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان تتابعوا المحتوى بتاعنا. سلام.